أنا برجع الكلام ده لكم عشان أقول لكم حاجة يا مصريين. أرجو إن أنتم تنتبهوا لكل كلمة أنا بقولها لكم، مش عشان أنا أقصد بيها حاجة غير إن إحنا نوصف حالنا ونبقى شايفين مع بعض الحقيقة، مش أبدا الزيف والكذب والافتراء والتشكيك اللي بيعملوه لكم. يعني أنت يعني يا دكتور مصطفى، إن ما خططتش والدولة ما خططتش إنها تضاعف كل ما لدينا. يعني إيه لدينا؟ يعني إحنا تقريبا عندنا 30 مليون وحدة سكنية، يبقى عايزين كم مليون؟ 30 مليون في كم سنة؟ 30 في 30. يعني كم كل سنة؟ مليون. بكام المليون؟ ب 300 400 مليار. ده إيه؟ السكن. طب محطات المعالجة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء والطرق بتاعتهم والمستشفيات والمدارس وغيره وغيره هتبقى عاملة ازاي؟ طب فرص العمل اللي هتتعمل للناس هتبقى عاملة ازاي؟ انتوا مستغربين ان انا يعني معدلات العمل اللي بطلبها معدلات عمل ايه يا دكتور؟ سريعة. والله هي والله ما سريعة، والله أنا بحلف هي معدلات عمل متسارعة مع المسار المتسارع. لو احنا عدد سكاننا ثابت مثلا مش هبقى قلقان قوي ان انا الفجوة اللي موجودة دي. اصل انا عندي حاجتين، عندي فجوة من السنين اللي فاتت وعندي المطلوب للسنين اللي جاية يا دكتور. صحيح. فانا عندي حاجتين عايز اعملهم، عايز انهي الفراغ، عايز الفاصل اللي كان مطلوب يتردم ما بين ما نحن فيه والمطلوب يتعمل، ثم بقى كمان اعمل للقادم اللي هو ايه؟ السنه الجايه في 2 مليون، طب السنه اللي بعدها في 2 مليون كمان او 2 مليون ونص، اللي هو بعد 30 سنه ومش كتير. الدكتور مصطفى قال 1995 وقال 2020. ال 25 سنه دول كلنا تقريبا عشنا فيهم. الشاب اللي موجود النهارده والطفل اللي موجود النهارده 2030 ده بالنسبه له هيبقى حياته ومستقبل الولاد والاجيال دول. النقطه اللي هنا اللي بتكلم عليها ديت هي دي التوصيف الحقيقي اللي التردي اللي حصل لمصر خلال ال100 سنه اللي فاتوا. مش ابدا الدوله تقاعست. انا بقول لكم كلام والله العظيم اتحاسب عليه قدام ربنا وقدام ارقى الجامعات والبحوث والعقول التي تفكر في الدولة المصرية ومستقبلها. أنا بقول أهو، أنا مستعد أقعد وأسأل على كل كلمة أنا بقولها من منظور علمي ومنظور علم المستقبل اللي بيمس الناس. وأنا مش بتكلم مستقبل 100 سنة ولا حاجة، أنا بتكلم مستقبل 30 سنة. يعني كمان 5 سنين أبقى أنا عايز 5 مليون. ده معناه ان الدولة تقاعست في اللي فات. هقول على الاقل تقاعست في عدم شرح القضية لشعبها. يعني ان شئتم ان انتم تسمعوا مني، طب ايه الاشكالية اللي موجودة؟ مش الدولة ما كانتش تقدر تعمل اكتر كتير من اللي اتعمل. طب واللي احنا بنعمله ده